إذا قلت هذا الذكر يقول الله عز وجل صدق عبدي. تخيل معاي عظمة هذا الذكر. لا تخلي الأجر هذا يفوتك ويفوت اللي تعرفهم، فضيفني وانشر المقطع لكل اللي عندك، ولا تنسى أن من دل على خير فله مثل أجر فاعل. يا أخي في الله، آية الكرسي والتي نكررها في اليوم مرارا وتكرارا ونقرأ فيها لا تأخذه سنة ولا نوم. الله عز وجل كامل منزه من كل نقص وعيب، ولا إله معبود بحق إلا الله. تخيل النوم هذا أو السنة اللي هي النعاس لما يطغى عليك النوم، هذه تعتبر من الضعف اللي فيني وفيك. أيوة أنا وأنت ضعيفين، ضروري تعترف بهذا الضعف أمام الله عز وجل. والضعف هذا موجود سواء اعترفت ولا لا. إذا ما اعترفت بالضعف هذا أمام الله عز وجل الجبار، سوف تعترف بالضعف هذا أمام شهواتك أو الله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. حافظ على الذكر العظيم هذا وارسل الكل اللي تحبهم. جزاك الله خير وبحفظ الرحمن.